هو اللي صدق ان الاتحاد الافريقي هو اللي طلب من الاهلي ان هو يشارك في دوري ابطال افريقيا، هو اللي بيتحايل عليه عشان البطولة ستزداد قوة وجماهيرية ومعلنين لما الاهلي يشارك. فالكاف هو اللي بيطلب ده من الاهلي وبيتحايل عليه. هو سبحان الله اللي صدق ان لما القرار ما طلعش ان الكاف ده فاسد وحصل تعنت منه عشان الاهلي ما يشاركش. هو نفس الشخص اللي مصدق ان هنا ابو ريده طلب زياده مقاعد الانديه المصريه في دوري ابطال افريقيا عشان الزمالك طلبها سبحان الله في السنه اللي الاهلي طالع فيها ثالث، وما طلبهاش في الثلاث سنين اللي قبليها لما كان الزمالك ثالث. مع انه كان برضه رئيس اتحاد الكوره. هو اللي مصدق ان صفقه زيزو متغطيه من الاعلانات، قيمه الصفقه كلها متغطيه من الاعلانات من قبل ما الراجل اللي يلمس الكوره. هو سبحان الله اللي مصدق برضه ان هم عاملين جلسه معاه لتخفيض العقود عشان ده الاهلي. هو اللي مصدق ان السنه اللي فاتت لائحه الانسحاب اتغيرت عشان الزمالك تحسبا، يعني ان الزمالك هو اللي دايما بينسحب، فسبحان الله تتطبق ويستفيد منها الاهلي. هو اللي مصدق ان الزمالك بيتجامل وفي فساد بدليل ان هو ما بيدفعش الضرايب، برغم ان الاهلي بيعمل عقد اللعيب بياخد 100 مليون في السنه، بيعمل له عقده 5 مليون بس عشان يتهرب من الضرايب باعترافه. هو اللي صدق زمان ان الهبوط اتلغى من 3 سنين عشان الاسماعيلي مش عشان مودرن بتاع احمد دياب. هو اللي صدق ان وكالة الاهرام زمان برضو، هو اللي صدق ان وكالة الاهرام هي بتوزع التوزيع العادل على الاندية، برغم ان رئيسها هو رئيس الاهلي ونائب رئيسها هو نائب رئيس الاهلي. لكن لما يدي الاهلي 12 مليون في السنه في 2004 ويدي الزمالك 3 مليون، ده توزيع عادل نظرا للجماهيريه والبطولات والكلام الحمصي ده. هو اللي مصدق ان لقب القرن كان الحسبة عادلة، من ما كانش في حد خالص من الاهلي في المكتب التنفيذي هو اللي ظبط الحسبة دي تظبيط، وان اصلا الزمالك واخد 5 والاهلي واخد 2 افريقيا قبل سنه 2000 عشان الزمالك كان بيشارك اكتر برغم ان الاهلي بطل الدوري. طب ما الاهلي هو اللي ما كانش بيرضى يلعب، وصالح سليم كان بيضحك على الجماهير ويقول لها اصل هنروح البطوله العربيه عشان فلوسها اكتر. لكن هم الموضوع كله ان هم كانوا مقموصين من السوبر الافريقي سنه 93 بتاع ايمن منصور لما تنازعوا في جوهانسبرج هناك، ففضلوا 5 سنين مقاطعين البطوله بحجه يعني الفساد والحكم والكلام الحمصي ده. فبعد كل ده يجي يقول لك انت مش هتاخد الرخصه الافريقيه عشان ما دفعتش الغاز والميه، وبرضه يتصدق. على راي عفيفي، يا بخت اللي كتبته بتتصدق من قبل اصلا ما تتحكي.